السلام عليكم. معاكم سجاد العراقي من قناة سمارت وورد اي كيو. اليوم جاي اوضح لكم شرح عن برنامج الانستغرام، برنامج اجتماعي مشاركة الصور مع العالم والاصدقاء. نبدأ الشرح. نفتح الانستغرام، تظهر شاشة رئيسية، على اليمين ساين ان وعلى اليسار ريجستر. راح نضغط ريجستر ونسجل حساب جديد. ندخل على اليوزر نيم، ندخل اي يوزر نيم. راح تظهر اشارة خضراء على ان حساب متوفر. ندخل الباسورد. في ايضا فراغ للصورة، ما راح نحط صورة. ندخل اي اسم، ندخل الايميل، الفون نمبر مو شرط ادخاله، عادي يعني. نضغط ريجستر، نأكد على الايميل، نضغط يس. راح تظهر يعني حمل. تظهر بعدين ان التحميل كمل. اذا ربط حساب الفيسبوك مع الانستغرام، الا عندك حساب فيسبوك، نضغط سكيب. هنا يقول ان اذا تضيف بيكون افضل الانستغرام، بعدين يعني عادي نضيف اذا عندك حساب. نضغط سكيب. هنا اضافة من الاسماء الموجودة بالجهاز، ما راح نضيف. نضغط سكيب. هنا راح يظهر لي اقتراحات للاسماء اللي يعني نضيفها. نضغط كم اسم، فولو، تمام. نضغط دون. تظهر الشاشة الرئيسية للانستغرام او الصفحة الرئيسية. بعدين تظهر الصور للاشخاص اللي احنا عملناهم فولو. هذه الصور، طبعا اي شخص تعمل له فولو يطلع الصور الخاصة بي. ايضا اكو لايك واكو الكومنت، ما في سبسكرايب. في تاج. بالنسبة لللايك يصير عن طريق ضغطتين الاصبع تظهر اللايك. بالنسبة للكومنت عادي من هذه العلامة هنا كومنت، نضغطها نكتب اي كومنت مثلا. نضغط سند، تحمل، ينرسل. بالنسبة للتاج في تاج لشي معين، وفي تاج الشخص على الانستغرام او حساب على الانستغرام. بالنسبة للحساب هذا فقط للي انت مسوي له فولو، غيره ما يصير. مثلا نكتب اي، الحين راح تطلع عند هذا الشخص تاج على يبغى ان يشوف هذه الصورة او هاي. بالنسبة للتاج علشان شي معين، هنا تستخدم المربع ثم تكتب الشيء. مثلا نكتب جيمز، نضغط سند، راح تظهر التاج عن جيمز. هنا في مشكلة عادي مع الانستغرام، تراي اجين، في مشكلة يعني عادي مع الوقت. هاي هنا صفحة الهوم، هذه صفحة الهوم. هنا الاكسبلور يعني تكتشف حسابات جديدة وصور جديدة واشخاص جدد. هنا البروفايل الخاص بيك تقدر تعدله. هنا الاسم، هنا الصورة، هنا الفولورز، في شخص تبعنا، وهنا اللي انت تتبعهم. طيب هنا العرض شكل عمودي، هنا افقي عادي يعني. هذه لللايكات او الكومنتات اللي انت استقبلتهم. هنا الفولوينج الاشخاص اللي انت تتبعهم، وهنا اليو يعني الاشخاص اللي يتبعوك. بالنسبة هذا الزر اللي بالنص، هذا التقاط الصور ونشرها على الانستغرام. نعين يعني مثلا على اي شيء، مثلا نعين على اللابتوب،
مثلا هنا عينا على اللابتوب. شوف نضغط صورة. هنا التقط الصورة. ننتظر التحميل. حصل توقف بالانستغرام. عادي يعني تصير، يعني مرات صار مثلا ضعف النت وهذه الاشياء عادي. مثلا اضغط، ما راح التقط الصورة، راح اخذ من الاستوديو. مثلا اخذ فور سمايل فور شات، وراح انزل الصورة مثلا من هنا، اكبرها واضغط اوكي. هذه الصورة. هنا الفلاتر، مجموعة الفلاتر الموجودة في الصور تقريبا 10 فلاتر أو 15 هكذا. من هنا إطار للصورة، من هنا فوتوشوب يعني تصاميمنا تقليب الصورة. بعدين يعني عادي. هنا مثلا الكومنت الخاص بيك عن الصورة، أي شيء تكتب عن الصورة. مثلا نكتب LOL. هنا إضافة لخريطة الصور موجودة عندك. هنا إذا تضيفها على تويتر، على الفيسبوك، التمبلر، الفليكر، هاي كلها بس تأشر وتعمل لوجن عادي يعني. تضغط بعدين علامة الصح done، تنزل الصورة. بالنسبة لتعديل البروفايل، من هذه العلامة نضغط هنا مثلا خصوصية، هنا شروط الخدمة، هنا الخروج من الانستغرام، هنا حول الانستغرام، هنا ضبط الكاميرا، هنا خصوصية الصور إذا كنت تعمل خصوصية للصور. هنا تغير صورة البروفايل بيكتشر الخاص بيك عادي. مثلا تختار أي صورة أي شيء، select picture يعني أي شيء. تقدر خيارات الشيرنج، وين تعملها شير، فيسبوك، تويتر. هنا الصور اللي انت عملتهم لايك. وهنا توجد الأصدقاء من الأسماء ومن الأصدقاء. هذا هو الانستغرام، يعني الشرح الخاص فيه صورة كاملة، ماكو أي شيء جديد. هذا الشرح مقدم من فريق سمارت وورلد IQ العضو العراقي. طبعا ساعدني عضو يوسف. شكرا للمشاهدة. لا تنسون لايك، سبسكرايب، كومنت للقناة. اعملوا لايك صفحة بالفيسبوك. سلام.